115. يعني مصر كلها بتستنى الحدث ده. النهارده الساعة 7 مباراة من العيار الثقيل. أتمناها مباراة تنم عن وصول منتخب مصر لكأس العالم. أتمناها تكون على يعني مستوى الحدث. أنت بتلعب في نص الموسم، قوام منتخب مصر من الأهلي والزمالك أو من الزمالك والأهلي، عدد كبير من اللعيبة على أرضية الملعب يمتلكوا مهارات وموهبة عالية جدا. الجو حلو قوي، الاستاد حلو قوي، الملعب حلو قوي. مالكوش أي حجة يا جماعة، مالكوش أي حجة يعني، ولا في بداية موسم ولا في نهاية موسم هتقول لي تعبان أو مرهق. أنت في نص الموسم بالظبط، بتختم الدور الأول. منتخب مصر مستني لعيبة تبرز إمكانياتها عشان تقول ان هي احق بالحصول على الفرصة في كاس العالم. انت منتخبك وصل كاس عالم، فبالتالي كل انظار المنطقة العربية ان لم يكن العالم كله منتظر الديربي، ديربي افريقيا وديربي مصر. هتعملوا ايه النهاردة؟ اخاف قوي انها تكون مباراة مقفولة. اقلق قوي ان يكون الفريقين نازلين خايفين من بعض. اتمنى ان يكون كل فريق نازل باستراتيجية انا عايز اكسب الاخر، انا مش عايز اتغلب من الاخر. يعني لو الاهلي والزمالك نزلوا وهم خايفين من بعض ورقم واحد مش عايزين يتغلبوا من بعض، هنلاقي الأولى مخنوقة وحشة، ما فيهاش فرص، ما فيهاش اهداف، وده سيناريو انا ما اتمناهوش. انا اتمنى ان الفرقتين يكونوا نازلين عايزين يكسبوا بعض. الزمالك بيحلم برقم 26 والاهلي يتمناه 43. 43 ده الفوز لو حصل للنادي الاهلي هيبقى رقم 43، و26 ده لو حصل هيبقى رقم الفوز النهارده لنادي الزمالك. انا اتمناها كده. اتمنى كمان الفرقتين يبقى عندهم ثقافة الهجوم. عندنا 2 مديرين فنيين كبار قوي، كابتن حسام البدري وكابتن ايهاب جلال، في تولي جديد لمسؤولية الفريق الابيض والقلعة البيضاء. النهاردة اول مباراة هيكون مسؤول عنها الكابتن ايهاب جلال. يعني مفيش احسن من كده. الفرقتين طمعانين في بعض، الفرقتين عايزين يكسبوا بعض. النادي الاهلي داخل ب 3 اهداف. وبرضه يبقى ال100 مليون كلهم بيتفرجوا على مباراة الاهلي والزمالك. حتى اللي ما بيتفرجش بيسمع، حتى ستات البيوت اللي ملهاش في الكوره خالص هتقعد تشوف الاجواء. هتعمل اكله حلوه كده للحاج اللي جاي من الشغل وهيلم ولاده حواليه، وهنقعد الساعه 7 والدنيا اصلا ساقعه، هنقعد كده في البيوت ونتفرج على الاهلي والزمالك او على الزمالك والاهلي، لانها قمه الزمالك النهارده. الزمالك صاحب الملعب، فدايما نبتدي بالزمالك. كمان احنا في استاد الهدف عاملين حلقه خاصه كلها عن القمه. كلامنا كله سواء من اتحاد الكوره او من الزمالك او من الاهلي او حتى من الانديه الاخرى، كلها بتصب على الزمالك والاهلي، مباراه القمه. حتى كمان في الجزء الثاني من حلقتنا هيكون معانا نجمين من العيار الثقيل، نجم لعب في الاهلي ونجم لعب في الزمالك. ناخد بالسن الاكبر. عندنا الكابتن امير عبد الحميد نجم النادي الاهلي ولاعب نادي الداخليه دلوقتي الحالي، ومعانا الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك وطبعا منتخب مصر والمدير الفني لمواليد 97 في نادي الزمالك. يحكوا لنا بقى. امير عبد الحميد نساله، مصطفى كمال ماسك حراس مرمى الزمالك وهو راجل حارس مرمى اهلاوي، طب حراسه المرمى هنا وهنا ازاي؟ وليد صلاح عبد اللطيف يحكي لنا على كواليس مباراه القمه، عمل ايه في المباريات اللي لعبها، شايف مفاتيح الفوز مين اللي هيكسب الزمالك، مين اللي هيكسب الاهلي، ويعني نتناقش كده ونروح للناحيه الفنيه ونشوف الكابتن حسام البدري والكابتن ايهاب جلال محضرين ايه او محضرين ايه للنهارده. النادي الاهلي قلنا انه بيدور على الفوز 43، والزمالك عايز يروح للفوز 26. الفرقتين اتقابلوا 114 مره. الاهلي طبعا 42 انتصار وخسر 25 مره، والتعادل 47 مباراه. الاهلي احرز 139 هدف في الشباك البيضاء،
بينما استقبلت الشباك الحمراء 98 هدف. يعني في فرق حوالي 41 هدف ما بين الاثنين. بطولة الكاس اتقابلوا 31 مرة، الاهلي كسب 16 مرة والزمالك كسب 10 مرات، والتعادل سيطر على 5 مواجهات. عايز اقول لكم بقى القمة في شهر يناير بتبقى عاملة ايه. يعني لما الاهلي والزمالك يلعبوا بعض في شهر يناير ايه اللي بيحصل؟ اتقابلوا 18 مرة، لعبوا 11 مباراة في الدوري وواحدة سوبر و6 مباريات بدوري منطقة القاهرة. الاهلي كسب 6 مباريات والزمالك كسب 5 مباريات و7 مباريات تعادل، ده في شهر يناير. طيب مواجهات الكابتن حسام البدري مع الكابتن ايهاب جلال كانت عاملة ايه؟ قابلوا بعض 3 مرات بس. مرة كابتن حسام قدر يكسب الكابتن ايهاب جلال وهو في المقصة 1-0، والمرة الثانية من اسابيع قليلة جدا وقدر الاهلي يكسب انبي 4-1. والتعادل الايجابي بعد كده ده كان في لقاء الاهلي ومصر المقصة، 3 مباريات يعملها بقى النهاردة كابتن ايهاب جلال ويكسب الكابتن حسام البدري وهو على قمة القيادة الفنية لنادي الزمالك، ده اللي هنشوفه النهاردة. كواليس بقى مباراة القمة من معسكر نادي الزمالك. يعني خلينا نقول الكابتن ايهاب جلال للاعبي الزمالك: انا واقف في ظهركم وما تشغلوش بالكم باي شيء. عمل جلسة مع اللعيبة بعد التدريب وقال لهم انا عايز اشيل منكم كل الضغوط، محدش يقلق في الملعب، اغلطوا، ما تشغلوش نفسكم باي حاجة خالص، انا متحمل كل الاخطاء عنكم. وده كلام محترم جدا، المدير الفني بيحاول يشيل كل الضغوط من على لعيبته. ايهاب جلال يحذر لاعبي الاهلي من ثلاثي الاهلي. محاضرة بالفيديو لعيبة الزمالك وقال لهم انا خايف من 3 لعيبة تاخدوا بالكم منهم كويس قوي: عبد الله السعيد، جونيور اجاييه، مؤمن زكريا. هو كابتن ايهاب جلال اعتبر ان ال3 دول هم مفاتيح خطورة القلعة الحمراء، وقال للاعيبته يعني خدوا بالكم. جهاز الزمالك قلقان من صحوة ازارو. مدافعين انه ياخدوا بالهم كويس جدا من وليد ازارو، لان هو بقاله فترة كبيرة عنده سوء توفيق. مش عايزين حالة سوء التوفيق دي يبقى الصحوة بتاعتها النهاردة. ده طبعا من وجهة نظر الجهاز الفني لنادي الزمالك. علي معلول يمنع حازم امام من الاندفاع. امام بانه يعني يركز الاول على الواجب الدفاعي. قالوا له وحذروه ان علي معلول على طول دايما بيحب الناحية الهجومية وطاير على طول ورا الباك رايت، فخد بالك مهمتك الاولى ان انت تقفل على علي معلول وان هو ما يأديش الواجب الهجومي بتاعه. قدرت تعمل كده انت كمان كمل وهاجم، لكن الواجب الاول لحازم امام هو منع علي معلول من التقدم. مكافأة خاصة للاعبي الزمالك حال الفوز على الاهلي. المستشار مرتضى منصور قرر صرف مكافأة خاصة في حالة نجاح لاعبي نادي الزمالك بالفوز على الاهلي. طبعا ديربي خاص وبطولة خاصة، لو قدر نادي الزمالك يحسمها هو رجع في المنافسة بقوة. وطبعا الكابتن ايهاب جلال بقى يعني حدث ولا حرج، محدش بقى يتكلم خالص، محدش هينطق سواء من بره النادي او من جوه النادي، من ولاد النادي، من منتقدين النادي. الراجل اول ما وصل كسب الاهلي. طبعا مباراة قمة، هيبقى كمان قرب من الاهلي، هيبقى فارق 5 نقاط بس، لسه في دور كامل هيبتدي فيه انتعاشة كبيرة جدا للاعبي نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك ومجلس ادارة نادي الزمالك، فبالتالي فوز هيبقى غالي ومهم جدا. على الجانب الاخر الاهلي عايز يضرب 3 عصافير بحجر واحد. ايه ال3 عصافير دول؟ رقم 1 يكسب القمة الديربي الخاص، رقم 2 يقصي الزمالك تماما من المنافسة، وده على مسؤوليتي انا الشخصية. النادي الاهلي لو كسب المباراة وبقى فرق 11 نقطة ولسه ليه مباراة مؤجلة مع المقاولين، يعني انت بتتكلم في 14 نقطة بين الدورين، مسألة تكاد تكون يعني مستحيلة ان نادي الزمالك يقدر يلحق. طب العصفور الثالث ايه؟
انا بدي رساله اطمئنان لجماهير الاهلي، وبدي رساله تحذير للمصري البورسعيدي وانا رايح اقابله بعد 4 ايام في مباراه السوبر. هيروح مطمن نفسه كسبان القمه، هو دلوقتي يبقى على قمه جدول الدوري، يعني كل حاجه هتبقى. النادي الاهلي رايح الامارات ورايح استاد هزاع بن زايد وهو عنده ثقه كبيره جدا. مرتضى منصور يحذر اللاعبين من الخروج عليها المستشار مرتضى منصور، وكمان بحييه على انه قدر يجيب الكابتن ايهاب جلال. خدوا بالكم احنا لما بيبقى في حاجه وحشه في الزمالك بنقول، لما يبقى في حاجه وحشه في الاهلي بنقول، كمان لما يبقى في حاجه كويسه لازم نقولها. يعني قدره المستشار مرتضى منصور ومجلس الاداره بانه يقدر يجيب مدير فني قوي، احنا اخترناه من احسن المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر. يعني هو السنه اللي فاتت كان بينافس مع الكابتن حسام البدري على احسن مدير فني في مصر. فلما يقدر المستشار مرتضى منصور يعمل الصفقه دي لجماهير نادي الزمالك احنا بنحييه وبنقول له برافو. كمان هو طالب من اللعيبه عدم العصبيه وعدم الاعتراض على طاقم التحكيم الايطالي.